جحا في بلاد المزامير من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتقول لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جحا. في يوم كان قاعد مع السلطان، والسلطان قعد يسأل جحا وقال له: إلا قول لي يا جحا، انت عمرك كام سنة؟ رد عليه جحا وقال له: معرفش يا مولانا السلطان، بس أنا أمي مرة قالت لي إنها ولدتني يوم ما شافت النمل في الدار. ضحك السلطان وقال: بمناسبة النمل يا جحا، في شوية سكر وقعوا هنا في القصر واتلم عليها النمل، لكن انا لاحظت حاجة عجيبة. لاحظت ان كل النمل موجود على السكر ما عدا نملة واحدة كانت واقفة بعيد. جبت الحكماء وقلت لهم: اشمعنى النملة دي واقفة بعيد؟ محدش عرف يجاوب. ما تعرفش انت ليه يا جحا النملة دي ما راحتش على السكر؟ رد عليه جحا وقال له: يمكن يا مولانا السلطان النملة دي ما راحتش على السكر علشان السكر عليه نمل وتلاقيها بتقرف ولا حاجة. ضحك السلطان تيمور لنج وقال لجحا: والله ده انت اللي سكر يا جحا. وبعدين السلطان قال لجحا: بمناسبة النمل يا جحا، انا كنت عايز اخد رأيك في حاجة. قال له: اتفضل يا مولانا السلطان. السلطان تيمور لنج قال لجحا: في بلاد بعيدة اسمها بلاد المزامير، وعليها سلطان. بيقولوا ان السلطان ده بيسمع دبيب النمل في الارض، وبيقولوا كمان ان السلطان بتاعهم ده عنده قوة خارقة محدش يقدر يجي عليه، وانه بيقدر يسمع كل حاجة في كل الممالك، ومش بعيد يكون سامع كلامي انا وانت يا جحا. ايه رأيك في الكلام ده؟ رد عليه جحا وقال له: يا مولانا السلطان، ده كلام محتاج لدليل وبرهان. رد عليه وقال له: خلاص يا جحا، انا هفكر واقول لك يا جحا انا هعمل ايه. جحا اخد بعضه وروح. راح جحا على البيت، لقى مراته كانت قاعدة. مرات جحا قالت له: بقول لك ايه يا جحا، روح هات الدقيق اللي جنب السكر. جحا بص جنبه وبعدين قال لمراته: مفيش جنبي حاجة. قالت له: جنبك ايه؟ انا ما بقولكش جنبك، بقولك الدقيق اللي جنب السكر. رد وقال: ما انا سكر. قالت له: يا سلام، ومن امتى يا اخويا وانت بقيت سكر؟ رد وقال: النهارده السلطان تيمور لنج قال اللي انا سكر، وكلام الملوك ما ينزلش الارض. مراته قالت له: بقول لك ايه يا جحا، انت ما تعرفش ان السكر بيلم نمل، وانا مش عايزه نمل يتلم عندي في الدار، امشي اطلع بره. جحا حاول انه يقعد، لكن مراته طلعت تجري وراه بالمقشه وقالت له: انت هتلم لي النمل في الدار، خد بعضك واطلع بره. جحا خرج وطلع يجري وراح للسلطان تيمور لنج وحكى للسلطان اللي حصل. السلطان قعد يضحك. جحا قال له: انت يا مولانا السلطان اللي قلت لي والله انت سكر يا جحا، وكلام الملوك ما ينزلش الارض، شوف لي حل يا مولانا السلطان. السلطان قال لجحا: بص بقى يا جحا، انا هكلفك بمأمورية مهمة، لو انت نفذتها ليك عليا اعمل لك دار اكبر من البيت اللي انت فيه 10 مرات. ايه رأيك يا جحا؟ وهعطيك كمان 10,000 دينار. رد عليه وقال له: ايه يا مولانا السلطان المهمة اللي انت عايزني فيها؟ رد عليه السلطان وقال له: تروح يا جحا الى بلاد المزامير وتشوف السلطان بتاعها هل فعلا هو بيسمع دبة النملة، هل فعلا سمعه قوي جدا لدرجة انه ممكن يسمع كلامي انا وانت دلوقتي. روح اتأكد وتعالى قول لي يا جحا. رد عليه جحا وقال له: حاضر يا مولانا السلطان. السلطان قال له: هو ايه اللي حاضر يا جحا؟ انت اصلا ما تقدرش تدخل بلاد المزامير، هتبقى معروف هناك اللي انت غريب. وكمان يا جحا السلطان سلطان بلاد المزامير هيطردك ومش هيقربك منه خالص. رد عليه وقال له: طب انا اعمل ايه يا مولانا السلطان؟ السلطان قال له: بص يا جحا، في حاجة عجيبة في بلاد المزامير، انها ما فيهاش حلاقين خالص، واول ما بيطلع حلاق
بيموت على طول. مفيش حلاق بيعيش في بلاد المزامير. جحا قال له وليه الموضوع ده يا مولانا السلطان؟ السلطان قال انا معرفش، بس فعلا الناس بتعاني ان مفيش حلاقين، واي واحد حلاق بيجي حتى لو من بره بيموت في اقل من شهر ومحدش عارف فيه ايه. رد جحا وقال وبعدين يا مولانا السلطان؟ السلطان قال له بص يا جحا، انت هتتعلم الحلاقة وهتروح هناك على اساس ان انت حلاق. جحا قعد يتحايل على السلطان وقال له اعفيني يا مولانا السلطان، انا خايب ومايل ولا بعرف احلق ولا اي حاجة. رد عليه وقال له انا هجيب لك حلاق السلطنة الخصوصي يعلمك يا جحا. جحا قال للسلطان انا مش مستغني عن عمري يا مولانا السلطان. السلطان قال له ما تخافش يا جحا. حلاق السلطنة الخصوصي جه وراح عشان يعلم جحا. جاب خروف وقال له الأول يا جحا أنت تتعلم الحلاقة في الخروف. جحا بدأ يتعلم إزاي يقص شعر الخرفان، وبعدين بدأ يتعلم على البني آدمين. جاب واحد من الحراس قعده وقال له ركز بقى يا جحا، انت دلوقتي بقيت بتعرف تمسك المشط وتمسك المقص، يلا احلق للجندي اللي قدامك ده. جحا حاول يحلق للجندي لكن ما هوش عارف يحلق خالص ولا عارف يقص له. بص له كده حلاق السلطان الخصوصي وقال له بقول لك ايه، انا همسك العصايه واي غلطه منك انا هضربك على ايدك يا جحا. جحا وهو عمال يحلق للحارس عور له راسه. اول ما اتعور بسرعه حلاق السلطنه جه عشان يضرب ايد جحا بالعصايه. جحا شال ايديه، العصايه جات على راس الحارس. الحارس قعد يصوت ويعيط. رد عليه حلاق السلطنه الخصوصي وقال له خلاص ما تخافش، معلش انا مش قصدي ان اضربك، انا كان قصدي اضرب جحا لكن هو شال ايديه بسرعه. راح حلاق السلطنة الخصوصي وجاب سيف، وقف وقال له بقول لك ايه، المرة دي بقى يا جحا لو انت غلطت وعورته انا هنزل بالسيف على ايدك. جحا وهو بيحلق عور الحلاق، وحلاق السلطنة الخصوصي ما كانش واخد باله عور الحارس. اول ما الحارس اتعور قال له بسرعه بسرعه خبيها بشويه شعر لحسن الحلاق الخصوصي يشوفك ويضربك ولا حاجه بالسيف فتشيل ايدك فتيجي على راسي. جحا قال له خلاص قوم يلا وامشي. قام ومشاه. طلع الحارس وحكى لكل الجنود على اللي جحا عمله فيه، ان جحا عوره وهو بيحلق له بالمقص. حلاق السلطنة الخصوصي راح للحراس وقال انه عايز واحد فيهم علشان جحا يحلق له، لكن مفيش ولا واحد من الحراس رضى. حلاق السلطنة الخصوصي راح لقائد الجنود بطاش وقال يا قائد الجنود، احنا عايزين واحد علشان جحا يتعلم الحلاقة لان جحا رايح في مهمة سرية. رد قائد الجنود بطاش وقال خلاص تمام انا هجيب لكم واحد من الحراس. بالفعل قائد الجنود بطاش جاب واحد من الحراس قعدوا على الكرسي قدام جحا. جحا عمال بيحلق له لكن شعره كان طويل وكان نازل على ودانه. جحا مش عارف يحلق من ودان الراجل اللي واقف وقاعد جنبه. زهق جحا وقال للراجل بقول لك ايه، ودنك اليمين دي انت عايزها؟ الحارس فكر ان جحا بيهزر. الحارس قال له لا مش عايزها. جحا قص ودن الحارس بالمقص ورماها بره. الحارس قام وقعد يعيط ويصوت. اتلم الحراس عليه وجا قائد الجنود بطاش سأله قال له في ايه؟ قال له جحا قطع وداني بالمقص. دخل قائد الجنود بطاش وهو زعلان جدا جدا ودخل يشخط في جحا وقال له ازاي يا راجل انت تقطع ودانه بالمقص؟ رد جحا وقال مولانا قائد الجنود بطاش مش ذنبي، انا سألته الاول وقلت له انت عايز ودنك اليمين؟ قال لي لا مش عايزها، قطعتها ورمتها، هو اللي قال. قائد الجنود بطاش بص للجندي وقال له انت جحا سألك عايز ودنك ولا لا وانت قلت له مش عايزها؟ قال له ايوه بس انا كنت فاكره بهزر. قائد الجنود بطاش قال له خلاص يبقى انت اللي عليك الحق، انت اللي غلطان، هو بيسألك جد انت تهزر، انت بقى تستحمل نتيجة هزارك، قوم يلا وكمل حلاقة راسك.
قال له خلاص اعفيني يا مولاي قائد الجنود. قال له ده أمر، نفذ الأمر. قام الحارس وقعد تاني قدام جحا، وجحا قعد يحلق له شعره. راح جحا عند الجنب الشمال. أول ما راح عند الجنب الشمال وهو بيحلقه، برضه ودن الجندي مش عارف جحا يحلق منها. جحا قال للحارس انت عايز ودنك الشمال؟ رد الحارس وقال له ايوه عايزها. جحا قص ودن الراجل وقال له خد اهي على حجرك. قام الراجل وقعد يعيط ويصوت تاني. اتلم الجنود وجه قائد الجنود بطاش، سأله وقال له في ايه اللي حصل؟ قال له المرة دي بقى بيقول لي عايز ودنك. قلت له ايوه، قصها وحطها في حجري. رد عليه جحا وقال له يا مولانا قائد الجنود، اول مرة قال لي مش عايز ودني قطعتها ورميتها بعيد، تاني مرة قال لي ايوه عايزها قطعتها وحطيتها له في حجره، والله ما خدتها وما رميتهاش. الجندي قعد يعيط ويصوت، لكن قائد الجنود قال للحارس، قال له ايه يعني ودنك اتقطعت؟ في ايه؟ استرجل شويه. وقعد يشتم الجندي ويعنفه ويقول له امال لما تموت بقى هتعمل ايه؟ حلاق السلطان الخصوصي استطاع بعد معاناة شديدة انه يعلم جحا الحلاقة. جحا راح للسلطان وقال مولانا السلطان انا دلوقتي اتعلمت الحلاقة. رد عليه السلطان وقال له لا يا جحا، انت مش حلاق وخلاص، ده انا عايزك تحلق لسلطان بلاد المزامير. لا يا جحا، انت يا جحا لازم تروح وتعمل دكان وتخلي الناس تيجي وتحلق للناس. رد عليه جحا وقال له الا قول لي يا مولانا السلطان، ايه قصة المزامير دي؟ وليه بلاد المزامير اتسمت بلاد المزامير؟ رد عليه السلطان وقال له علشان يا جحا في بوص وقصب كتير هناك بيتزرع هناك، وبياخدوا البوص والقصب ده وبيعملوا منه المزامير، الزمارات يا جحا والناي، وبياخدوها وبيبيعوها، علشان كده سموها بلاد المزامير. جحا قال للسلطان بس انا فقير ومش اقدر افتح دكان. امر السلطان ببناء دكان كبيرة لجحا، وبدأ جحا يحلق للناس ببلاش. محدش رضى يروح لجحا من اهل القرية بتاعته، خايفين لحسن جحا يعورهم او حاجة. كان في واحد من بلاد الروم تاجر كان جاي يتاجر في البلد اللي فيها جحا وما يعرفش حاجة. كان معدي بالصدفة لقى جحا فاضي، كل الحلاقين كان عندهم زحام شديد إلا جحا كان فاضي، والراجل تاجر ووقته ثمين جدا ومشغول وكان مستعجل. راح لجحا وقال له عايز أحلق شعري. دخل الراجل الرومي ودخل وحلق شعره. جه علشان يعطي لجحا أموال، لكن جحا رفض وقال له أنا بعمل حاجة مفيدة للناس. فرح جدا جدا التاجر الرومي وخرج، وبعدين أعطى لجحا جمل هدية وقال له أنا مش هعطيك أجرة، لكن عشان أنت بتعمل حاجات مفيدة للناس الجمل ده هدية مني. تاني يوم كان في واحد من بلاد الفرس تاجر الفارسي جاي برضه عمال يلف على الحلاقين عشان يحلق قبل ما يروح. كان الحلاقين عندهم زحمة شديدة. بيبص لقى جحا، دخل وراح عند جحا عشان يحلق، وبعد ما خلص قال لجحا عايز كام؟ رد جحا وقال له انا مش باخد فلوس، انا بعمل حاجة تنفع الناس، حاجة مفيدة للناس. رد وقال له والله انت راجل كويس، اتفضل. وبدأ يعطيه زجاجات من العطور النادرة الغالية جدا جدا. اليوم اللي بعده شملول صديق جحا كان معدي، شاف عند جحا الجمال وشاف عند جحا عطور وشاف كمان أموال. سأله قال له من أين لك هذا يا جحا؟ جبت الحاجات دي منين؟ رد جحا وقال الأجانب كانوا بيجوا يحلقوا عندي، مش برضه آخد منهم فلوس، فهم كانوا بيعطوني هدايا. رد عليه وقال له خلاص احلق لي يا جحا. جحا بدأ يحلق لشملول. بعد شملول مخلص حلاقة أخد بعضه وروح. تاني يوم جحا راح عشان يفتح الدكان، لقى ناس كتيرة جدا جدا واقفين طوابير. سألهم جحا وقال ايه ده؟ انتوا مين؟ ردوا قالوا احنا من طرف شملول اللي حلق عندك امبارح، شملول بعتنا وقال اللي انت بتحلق ببلاش. جحا قعد يحلق للناس. جحا بقى حلاق ماهر، بقى عنده خبرة كبيرة في الحلاقة.
راح جحا للسلطان تيمور لنك. السلطان قال لجحا لازم انت تحلق لي الاول يا جحا، ولما الحلاقة تعجبني انا هبعتك الى سلطان بلاد المزامير. جحا قعد يحلق للسلطان، والسلطان كان مبسوط وفرحان. السلطان قال له طيب دلوقتي يا جحا انت هتروح بلاد المزامير وتتأكد وتشوف هل فعلا السلطان اللي فيها بيسمع دبة النملة ولا هي إشاعات. جحا جمع الأمتعة بتاعته وسافر إلى بلاد المزامير. أول ما سافر هناك الجنود وقفوه وقالوا له ممنوع الدخول، انت داخل المدينة تعمل ايه؟ رد جحا وقال انا راجل حلاق. اول الجنود ما سمعوا انه راجل حلاق قالوا له بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ رد وقال انا اسمي جحا. قالوا له بص يا سيد جحا، احنا ما بندخلش حد خالص الى بلاد المزامير، لكن احنا ما عندناش حلاقين، واي واحد بيظهر حلاق بيموت، فاحنا خايفين عليك، لو خايف على عمرك امشي. الحلاق ما بيكملش شهر في المدينة واحنا مش عارفين ايه السبب. رد جحا وقال ان شاء الله ربنا يحميني. رد عليه الحارس وقال طيب احنا هندخلك بس بشرط تحلق لنا كلنا. كانوا 10 واقفين على بوابة المدينة. جحا قعد يحلق لهم، وأول ما خلص حلاقة معاهم فتحوا له أبواب مدينة بلاد المزامير ودخلوه جوه. الوزير اللي في بلاد المزامير كان معدي، لاحظ ان الجنود كلهم حالقين شعرهم، استغرب جدا وراح لهم وقال ايه ده، انتوا حلقتوا ازاي؟ ردوا وقالوا في واحد حلاق جاي من بلاد بعيدة علشان يسترزق، حلق لنا ودخلناه. ردوا وقال طيب دلوني على مكانه. قالوا له ما نعرفش، هو ما عندوش مكان. فضل الوزير يلف ويسأل الناس على الراجل الغريب لغاية ما وصل إلى جحا. راح لجحا وقال له أنا سمعت إنك حلاق. قال له أيوة أنا حلاق، والبلد اللي أنا فيها بيحكمها السلطان تيمور لنك. قال له وإيه اللي خلاك تسيب بلدك وتيجي عندنا؟ رد وقال له أنا سمعت إن هنا مفيش حلاقين، أنا أردت إن أنا أستزيد من الخير. رد وقال له أنت جيت في وقتك، تعال معايا. قال له في إيه؟ قال له بص بقى أنا هحكي لك الموضوع، بس أنت راجل أمين وبتحفظ السر. قال له سرك في بير. قال له طيب أنا هقول لك على القصة. سلطان بلاد المزامير ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بحاجة ما أنعمش عليها على أي إنسان، وهي إنه ممكن يسمع دبة النملة، وممكن يسمع أي شيء في أي مكان، ممكن كمان يكون سمعني أنا وإنت وإحنا بنتكلم دلوقتي. جحا قال إيه ده؟ ده أنا فكرتها إشاعة. رد عليه الوزير وقال له لأ، دي مش إشاعة، دي حقيقة، ودلوقتي انت علشان تيجي معايا لازم تحفظ السر. مولانا السلطان بيدور على حلاق من زمان، والحلاقين كلهم ماتوا يا اما سابوا البلاد وطفشوا، مفيش حلاق راضي يجي هنا، والسلطان هيتعبط على واحد حلاق علشان يحلق له شعره، لدرجة انه هددني ان انا لو ما رحتش بلاد من البلاد اللي جنبنا وخطفت حلاق من هناك وجا حلق للسلطان، السلطان هيطير رقبتي، تعال معايا. اخده وراح الى السلطان. اول ما وصل للسلطان حيا سلطان بلاد المزامير. السلطان قال لجحا بقول لك ايه، انت تحفظ السر، لو ما حفظتش السر هتموت. قال له سر ايه؟ انا سمعت انك بتسمع دبيب النمل. السلطان قال له بصراحة والحقيقة يا جحا أنا في عيب، زي ما أنت شايف أنا لابس العمة لغاية مغطية على وداني كلها، لكن لما أقلع دلوقتي العمة أنا وداني طويلة جدا زي ودان الحمار. والوزير بيقول إن أنا بسمع دبة النملة، وبصراحة أنا سمعي زي سمع كل الناس، لكن إحنا اللي طلعنا الإشاعة دي علشان لو حد قال إن أنا وداني كبيرة يبقى أنا بسمع دبة النملة. ولكن يا جحا محدش يعرف السر ده غير أنا والوزير، وأي حلاق كان بيعرف السر كنت بجيب الحلاقين يحلقولي، وبخاف لا يقول للناس فكنت بقتله، أجيب الحلاق يحلق لي وبعدين أقتله، فكان الحلاقين بيموتوا، كنت بحط لهم السم في الاكل، فالراجل يا عيني يجي ياكل يلاقي الاكل مسموم،
كنت ببعت معاهم جارية من الجواري بتوعي، اللي يحلق لي أقول له خد جارية واحفظ السر يا هطير رقبتك. وكانت الجارية تطبخ له وكانت تحط له السم وكان يموت. لكن الحلاقين خلصوا يا جحا زي ما انت شايف. أنا دلوقتي محتاج لحلاق أمين يحفظ السر. رد جحا وقال له أنا خايف لا تقتلني يا مولاي السلطان. السلطان قال له ما أنا لو قتلتك مين اللي هيحلق لي شعري؟ أنا شعري مضايقني، انت تحلق لي شعري. لكن يا جحا لو انت قلت للناس او لاي مخلوق ان انا وداني طويلة زي ودان الحمار، يا ويلك ويا سواد ليلك يا جحا. رد جحا وقال حاضر انا هحفظ السر يا مولانا السلطان. جحا قعد السلطان وراح علشان يخلع العمة بتاعته. اتفاجئ جحا بودان السلطان اللي كانت طويلة جدا. استغرب جحا وقال يا سبحان الله، ما ودانك طبيعية هيت يا مولانا السلطان. ايه يعني لو كبيرة شوية صغيرين، ولكنها جميلة جدا. رد عليه وقال له بقول لك ايه يا جحا، السر ده اياك تبوح بيه لحد. قال له حاضر يا مولانا السلطان. جحا مسك المشط والمقص وقال لسلطان بلاد المزامير انت عايزني احلق راسك ازاي؟ رد عليه السلطان وقال له وانت ساكت يا جحا؟ قال له ايوه انا عايز اعرف يعني احلقها لك ازاي. قال له تحلقها وانت ساكت وما تجيبش سيرة الموضوع ده لأي مخلوق. رد عليه وقال له حاضر يا مولانا السلطان. جحا حلق للسلطان والسلطان كان مبسوط وفرحان. وبعدين لبس العمة ونادى على الجارية وقال لجحا أنا يا جحا هعطيك 1000 دينار بس بشرط ما تحلقش لأي حد في المملكة حتى الوزير، ولا تحلق لأي مخلوق. انت هتكون موجود في ضيافتي وفي قصري. قال له حاضر يا مولاي السلطان. قالوا كمان انا هديك جارية هدية علشان تخدمك وتعمل لك اكل. رد عليه جحا وقال له الا الجارية يا مولانا السلطان. السلطان قعد يضحك وقال له انت خايف على عمرك؟ ما تخافش يا جحا، انا زهقت من كتر القتل، انا ضميري بيأنبني. لكن الاول كان الحلاقين كتير، لكن النهاردة مفيش الا انت يا جحا. انا مش مستغني عنك مادام بتحفظ السر خلاص. جحا قعد في القصر بتاع سلطان بلاد المزامير. كانوا بيجيبوا له حلويات وكانوا بيجيبوا له فواكه ولحوم وفراخ ودواجن وكل ما تشتهيه الأنفس. لكن جحا يا عيني كانت نفسه مسدودة. جحا عمال يفكر في السر، جحا مش قادر يحفظ السر. جحا نفسه يروح يقول لأي حد إن السلطان بتاعهم ودانه طويلة، وإن السلطان مش بيسمع دبة النملة ولا حاجة، ده هو بس بيقول كده علشان يصبر نفسه على ودانه الطويلة. جحا نفسه مسدودة. جحا مش عارف يعمل ايه، خايف للسلطان يقتله في اي لحظة وفي نفس الوقت ما هوش عارف يحتفظ بالسر. خرج جحا في يوم من الايام من بوابة القصر وقعد يتمشى لغاية ما راح ناحية الصحراء. لقى واحد راعي اغنام. راعي الاغنام لاحظ حال جحا وان جحا مهموم. راعي الأغنام سأل جحا وقال له مالك يا راجل، انت زعلان ومهموم ليه؟ رد جحا وقال والله أنا في سر موجود في صدري، السر ده لو أنا قلته في هلاكي وفي قتلي، ولو أنا خليته منغص علي حياتي، لا عارف أنام ولا عارف آكل ولا عارف أشرب ولا عارف أعيش حياتي بشكل طبيعي. راعي الأغنام قال بقول لك إيه، أنت ممكن تقول السر ده لحد ما يعرفكش. رد عليه وقال لا، ما أنا لو قلته لأي مخلوق على طول هيحصل مشكلة وهيوصل السر إلى السلطان. رد عليه راعي الأغنام وقال بص، في مثل بيقول سرك في بير، سمعت المثل ده؟ قال له أيوة. قال له خلاص، انت روح ادخل الصحراء جوه هتلاقي بير، بير مهجورة وفاضية. روح البير ده واصرخ فيه بأعلى صوتك وقول له على السر، وبكده تكون انت قلت السر وترتاح. جحا شكر راعي الغنم وراح بعيد جوه في الصحراء. بدأ يبص وراه وقدامه ويمينه وشماله وفوقه وتحته يتأكد ان مفيش مخلوق موجود، وفعلا مفيش حد موجود. جحا حط وشه جوه البير وبدأ يصرخ ويقول ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار.
وبعدين جحا خرج وشه وهو مبسوط وفرحان وقال الحمد لله، أخيرا قلت السر وارتحت. جحا أخد بعضه ومشى وراح إلى راعي الأغنام وشكره جدا جدا على النصيحة. جحا راح إلى قصر سلطان بلاد المزامير وقعد ياكل ويشرب وهو مبسوط وفرحان، وكان بينام وقال الحمد لله، أنا فضفضت عن اللي جوايا وقلت السر اللي كان خانقني، وفي نفس الوقت محدش يعرف السر. بتمر الشهور وجحا قاعد في قصر السلطان. جحا كل ما يقول للسلطان انه عايز ينزل بلده يزور اهله، السلطان يمنعه ويقول له ما انتش خارج يا جحا، انت هتقضي حياتك كلها هنا، مفيش خروجات ولا في حاجة. لو انت عايز ابعت مرسال لاهلك يجوا هنا، انا مستعد ابعت لهم واحد من عندي. جحا مش عارف يعمل ايه. فضل جحا مع السلطان، سلطان بلاد المزامير. وبعدين بتمر الشهور وجحا قاعد ماهوش عارف يعمل ايه. في يوم سلطان بلاد المزامير قاعد وعنده ملل وزهق، ندى على وزيره وقال له انا حاسس بالملل والزهق. رد عليه وقال له ما يضيعش الملل والزهق يا مولانا السلطان الا رحلة صيد. تعال نطلع للصحراء ونصطاد الغزلان والارانب البرية، ونصطاد كمان الصقور والنسور اللي موجودة هناك. فرح السلطان وقال ايوه فعلا، انا عندي متعة القنص والصيد وانا بحب اجري ورا الفرائس. قال له خلاص، بكرة حضر لي رحلة. وبالفعل تاني يوم اتحضر موكب كبير، خرج سلطان بلاد المزامير هو والجنود راحوا الصحراء وقعدوا يجروا ورا الفرائس وهو يجري ورا الغزلان ووراء الصقور. راعي الأغنام كان قاعد وماسك في إيده زمارة من بلاد المزامير. راعي الأغنام قعد يزمر لكن ما خرجش صوت الزمارة، لكن خرج صوت بيقول ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار، ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار. السلطان سمع الصوت هو والوزير والجنود. السلطان بص للوزير وقال انت سامع اللي انا سامعه يا وزير؟ قال له ايوه يا مولانا السلطان. قال وبعدين؟ الوزير بص للجنود وقال حطوا ايديكم على ودانكم. كل واحد حط ايده على ودانه. الوزير قال للسلطان تعالى نمشي ورا الصوت ونشوف جاي منين. الوزير والسلطان فضلوا ماشيين لغاية ما لقوا راعي الأغنام عمال بينفخ في زمارة، والزمارة بتقول ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار. بسرعة مسكوا الوزير وقال له انت بتقول ايه يا راجل؟ انت ازاي تتجرأ وتقول كده؟ رد عليه وقال له والله انا ما قلت حاجة، انا مستغرب ومستعجب. طول عمر البوص والقصب ده بنعمل منه مزامير وناي وطول عمره بيزمر، لكن دلوقتي انا كل ما انفخ فيه بيقول ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار، انا معرفش فيه ايه. السلطان مسك الزمارة من راعي الأغنام وبدأ ينفخ فيها. فعلا الكلام صحيح، هو بينفخ عادي والزمارة هي اللي بتقول ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار. بص كده وقال له بقول لك ايه، مين اللي عامل الزمارة دي؟ انت اشتريتها منين؟ رد وقال له انا ما اشتريتهاش، ده انا اللي صانعها. قال له صانعها منين؟ قال له صانعها من البوص والقصب اللي موجود حوالين البير اللي جوه الصحراء. رد وقال له تعالى وريني المكان. راحوا للمكان لقوا البير اللي كان جحا قايل فيه ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار. لقوا حواليه في بوص وقصب كتير، ولقوا ناس بتاخد من القصب ده وبتصنع مزامير، وكل واحد يزمر بالزمارة. الزمارة بدل ما تصفر وتزمر، لا، كانت بتقول ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار. كل الناس وهي ماشية كل واحد ياخد زمارة ويزمر بيها، يسمع ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار. انتشر الخبر في كل الدنيا، مش عارفين يعملوا ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى المزامير دي ما تزمرش بالصفير؟ ايه اللي خليها تقول كده؟ وبعدين السلطان قال للوزير وبعدين يا وزير في ايه اللي حصل؟ رد وقال محدش يعرف السر غير انا وجحا، انا لازم اروح واسأل جحا. راحوا ومسكوا جحا وقال السلطان لجحا اعترف يا جحا ايه اللي حصل؟
جحا قال: يا مولانا السلطان، أنا لا كنت عارف آكل ولا أشرب ولا أنام ولا أعمل أي شيء. السر كان في صدري هيموتني، لازم أبوح بيه، وأنا ما أقدرش أبوح بالسر لحد. وبعدين يا مولانا السلطان قابلت راعي الأغنام وقال لي: سرك في بير، حط سرك في بير. وأنا رحت البير وقلت السر. السلطان كده فهم هو والوزير، وقالوا: ايوه، يبقى انت يا جحا لما انت قلت السر وقلت في البير ودان السلطان طويلة زي ودان الحمار، البير ده اللي بيرووا منه القصب وبيرووا منه البوص اللي بيصنعوا منه المزامير. فزي ما تقول كده القصب والمزامير البوص شرب من المية اللي فيها البير، فلما شرب مية البير شرب معاه السر، فاللي ينفخ فيه البوصة تقول على السر. السلطان سلطان بلاد المزامير زعل جدا جدا وقال: أنا لازم أأمر بقتلك يا جحا. فجأة بيظهر واحد شيخ لابس جلابية أبيض فأبيض ولابس عمة أخضر فأخضر، دقنه طويلة وبيضة. وقف كده، بصوله وقالوا له: انت مين ودخلت هنا ازاي؟ رد وقال: انا الشيخ ابو اليسر اللي بيظهر في ساعة العسر، انا عبد من عباد الله، وجاي علشان اقول لك احكم بالعدل، واطلع وقول للناس على ودانك الطويلة وما تتكسفش، لا اعتراض على خلق الله، ومفيش حد له فضل إلا بالتقوى وبالعمل الصالح، أما أشكالنا فديت من خلق الله سبحانه وتعالى، والمفروض إنك تحمد ربنا. الله سبحانه وتعالى أعطاك صحة وأعطاك بصر وأعطاك لسان تتكلم بيه ورجل تمشي بيها، أعطاك كل شيء، أعطاك ودان طويلة شوية وانت اتكسفت. ما تتكسفش، قول للناس كلها إن ودانك طويلة. انت تسببت في قتل الكثير من الحلاقين وشردت الأسر بتاعتهم وعملت حالة من الرعب والذعر بين الناس. انت كل الناس خلاص عرفت ان انت ودانك كبيرة، اخرج للناس واعلن عن هذا. خرج السلطان وقف قدام الناس وبدأ يقلع العمة قدامهم وقال: الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى أعطاني ودان كبيرة شوية علشان أسمع بيها دبة النمل. أنا دلوقتي برد على المشككين، في ناس بتشكك إني بسمعكم في بيوتكم، أهو آدي الدليل، وداني كبيرة جدا جدا ممكن تسمع أي شيء. كل الناس خافت تتكلم وقالوا: فعلا الملك ودانه كبيرة جدا، ده ممكن يسمعنا أو يسمع أي حد. الناس اللي ما كانتش مصدقة إن الملك بيسمع دبة النملة لما شافت ودانه صدقت. أي حد يقول كلمة يقول له: اسكت، الملك يسمعك، الملك بيسمع دبة النملة. جحا راح للسلطان وقال له: شفت يا مولاي السلطان يا ملك بلاد المزامير، الموضوع عادي جدا، الناس بقت بتحترمك اكتر، بتخاف منك اكتر، وبتعمل لك الف حساب قبل ما يتكلموا اي كلمة. سلطان بلاد المزامير شكر جحا وقال: من النهاردة خلاص الحلاقين هيعيشوا في أمان وكل الناس هتعيش في أمان، وأنا هعوض الأسر بتاعة الحلاقين وأجيب لهم بيوت وأموال وهيكون أولادهم تحت رعايتي. جحا أخذ عطايا وهدايا من ملك بلاد المزامير وخد بعضه وروح إلى بيته بعد ما علم بعض الشباب مهنة الحلاقة هناك. ورجع جحا إلى السلطان وحكى على السلطان على المغامرات اللي حصلت له في بلاد المزامير، وإن السلطان ودانه كبيرة شوية، فهو أشاع عن نفسه إنه بيسمع دبة النملة، والناس مصدقينها مع إنه ودانه طبيعية جدا جدا. السلطان تيمور لنك قال لجحا: وأنا عند وعد يا جحا، أنا يا جحا أمرت لك ببناء بيت أكبر من بيتك 10 مرات، وخد كمان يا جحا مش 10,000 دينار، لأ 100,000 دينار يا جحا. جحا أخد الأموال وروح لزوجته علشان يبشرها. أخد زوجته وراح جحا إلى بيته الجديد، القصر الكبير اللي بناهوله السلطان تيمور لنك، وبالفلوس اللي معاه عمل دكان حلاق كبير في المدينة، وعاش بعدها جحا حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغت الحدوت. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكايات زمان. السلام عليكم.